هحكي لكم حكاية النهاردة ومستنية رأيكم في التعليقات. بس يا ريت تكملوا معايا الحكاية للآخر علشان مش عارفة اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول: انا اسمي أميرة وعندي 29 سنة، عايشة مع ابويا وامي واخويا. ابويا راجل كبير على المعاش، وامي طبعا ست بيت، وربتنا ان احنا نكون ملتزمين ونكون نعرف الأصول كويس. اخويا بعد ما خلص دراسته قرر ان هو يسافر، وده بسبب ضيق الحال هنا، وان هو بعد ما خلص دراسته ما كانش لاقي هنا شغل، وبقى يدور كتير بس في الاخر ملقاش اي حاجة. فقرر ان هو لازم يسافر ويعيش برا، وفعلا سافر وسابنا. وانا كنت بشتغل في محل قريب من البيت، محل ملابس. انا كنت بشتغل، وبصراحة مرتبي كنت بشيل منه جزء لجهازي، وجزء منه كنت بساعد ابويا يعني في مصاريف البيت على معاشه، وكانت الحياة بتمشي. وانا بصراحة بالرغم من ان انا حلوة جدا جدا وملتزمة ولبسي واسع وجميلة جدا وعلى قدر عالي من الجمال، لكن للأسف ما كانش حد بيتقدم لي، معرفش ليه. كنت هتجنن، وامي دايما كانت بتدعيلي ان ربنا يرزقني بابن الحلال، بس برضو ما كانش حد بيتقدم لي خالص. وحتى اللي كانوا بيتقدموا كانوا يدوب يجوا يقعدوا مع ابويا وبعد كده ما يجوش تاني، مع ان انا زي ما قلتلكم جميلة جدا. وفي مرة من المرات واحدة صاحبتي قالت لي: بقولك ايه، اللبس ده هو اللي بيخليكي ما تجوزتيش. قلت لها: ازاي يعني؟ هو الالتزام يخليني ما اتجوزش؟ قالت لي: اسمعي بس كلامي وجربي، البسي زي البنات، البسي الحاجات اللي هي اللي ماسكة شوية، والحاجات اللي يدوب تبين بس ما تعريش. انت طبعا فاهمة قصدي. قلت لها: بس ازاي؟ قالت لي: اسمعي الكلام وبعدها شوفي ايه اللي هيحصل. بصراحة انا سمعت كلامها وابتديت البس يعني حاجات ما كنتش بلبسها، ولا كان ده يعني تفكيري في اللبس. الحاجات دي ابدا ما كنتش بحب البسها، ولا كانت في دماغي خالص. لكن هعمل ايه؟ انا جه عليا وقت ابتديت احس ان انا يعني كبرت، وان انا ست، وان الانوثة لحت عليا جدا، وان انا ساعتها كنت محتاجة بجد، ومحتاجة قوي لوجود راجل في حياتي، وما كنتش عارفة اعمل ايه. وكان لازم افكر واشوف لما اعمل كده الحالة هيتغير ولا لأ. وبصراحة انا بعد ما غيرت ستايل لبسي وبقيت البس الحاجات اللي صاحبتي قالت لي عليها، فعلا ابتديت احس ان بصات الرجالة ليا بدأت تتغير، وابتدوا الناس يبصوا على حاجات يعني معينة. واكيد طبعا انتم فاهمين قصدي. ومن ضمنهم كان الدكتور احمد. الدكتور احمد ده شغال في الصيدلية اللي جنب المحل اللي انا شغالة فيه، وهو انسان محترم قوي، ودايما كان بيعاملني بذوق وحنية ورقة. لكن يعني عمري ما شفت منه اي حاجة، ولا كان مبين لي اي اهتمام. لكن بعد ما ابتديت لبس ان هو يتغير، ابتدت نظراته ليا كمان تتغير، وكل كلامه بقى معايا اكتر بكتير، وابتدى ياخد ويدي معايا في الكلام دايما باستمرار. وابتدى ان هو يعني ناخد على بعض، وساعات يدخل يقعد معايا في المحل، او انا ادخل اقعد معاه في الصيدلية. اصل انا زي ما قلتلكم الصيدلية والمحل جنب بعض على طول، فكان يعني كنت بروح اقعد عنده او هو يقعد عندي، وكانت الامور ماشية عادي جدا. وكنت كل يوم اروح وهو ما كانش بيديني اي رد فعل. يعني انا كنت حاسة ان الموضوع ممكن يتطور بينا لارتباط، لكن
ده ما كانش مبين اي حاجة خالص. فكنت بقول لنفسي ممكن هو مستني ان هو يتأكد من مشاعره ناحيتي. وفضلنا على الحال ده فترة طويلة، ما كنتش عارفة اعمل ايه، وكنت كل يوم اتحجج علشان اتكلم معاه او اي حاجة. وفي وقت قصير قوي بقى معانا ارقام بعض، وبقينا كمان بنتكلم. وفي مرة من المرات كنت رايحة افتح المحل زي كل يوم، وبعد ما فتحت المحل ورحت الصيدلية لقيت واحد تاني خالص هو اللي موجود. استغربت اوي وسألته، قلتله امال فين الدكتور احمد، هو اجازة النهاردة؟ رد الشخص ده وقال لي لا والله، هو مسافر. قلتله مسافر؟ مسافر فين؟ قال لي مسافر البلد، وان شاء الله شهر وهيجي. قلتله شهر؟ قال لي لو حضرتك محتاجة حاجة انا ممكن اساعد. قلتله لا شكرا، احنا بس جيران وصحاب، وقلت اجي اسأل عليه، اصل انا متعودة ان هو بيبقى موجود كل يوم، علشان كده قلت ادخل واسأل عليه. وبعدها شكرته ومشيت. وقعدت طول اليوم وانا زعلانة جدا ومتغاظة قوي. المفروض ان احنا بنكلم بعض في كل حاجة، وفي بينا احاسيس مشتركة، والمفروض ان كل ده كان بيحصل بحكم ان احنا بقالنا فترة بنتكلم. والمفروض ان هو لما كان يعمل حاجة زي كده كان يجي على الاقل ويقول لي ان هو هيمشي. المفروض كان يعرفني كل ده بحكم ان احنا بقالنا فترة بنكلم بعض. وبعدين روحت على البيت وانا محتارة ومش عارفة اعمل ايه، اكلمه ولا لا. وبصراحة في الاخر وبعد تفكير كتير جدا قلت لا، انا مش هكلمه، المفروض ان هو اللي يكلمني، واكيد بكرة ولا حاجة هيكلمني. وقمت تاني يوم من النوم وانا مسروعة وملهوفة على التليفون، ومسكته، لكن ملقتش منه اي حاجة، ولا مكالمة ولا رسالة ولا اي حاجة خالص. اخدت بعضي وغيرت هدومي ونزلت على شغلي، وبقيت طول اليوم متلخبطة وسرحانة، وعمالة افكر فيه واقول ايه اللي خلاه يعمل كده معايا. وبصراحة كنت هتجنن، وكنت خلاص قربت انسى الموضوع، وقلت يمكن هو محبنيش، او حتى ما كانش في دماغه اي حاجة غير ان احنا صحاب عادي. وقررت ان انا احاول ان انا انسى الموضوع كله. لكن بصراحة بعد ما خلص اليوم وروحت على البيت معرفتش ان انا انام، ولا عرفت امنع نفسي من اللي انا عملته. ولقيت نفسي بمسك التليفون وبتصل بيه، وهو رد عليا على طول. وقلتله ازيك يا دكتور؟ قال لي ازيك انت عامله ايه؟ قلتله انا زعلانه منك جدا. قال لي ليه بس كده؟ قلتله انت ازاي تمشي وما تقوليش؟ هو احنا مش في بينا عيش وملح وعشرة؟ والمفروض ان انت كنت تقولي ان انت هتسافر. اصل انت بصراحة قطعت بينا جدا. قال لي ممكن اسألك سؤال؟ قلت له طبعا اتفضل. قال لي هو انا وحشتك؟ بصراحة كنت مكسوفة جدا، لكن قررت ان انا ارد عليه. قلت له ايوه وحشتني جدا، وكمان زعلت منك جدا ان انت مشيت وحتى ما كلمتنيش وقلتلي. قلت له ده انت حتى قبل ما تسافر بالليل كنا مع بعض، وكنا قاعدين وقفلنا المحل والصيدلية مع بعض، ازاي ما قلتليش؟ قال لي معلش، اصل في مشاكل على الورث وانا واخواتي وكده، وكان لازم اسافر البلد ضروري، وبعدين خلاص ان شاء الله قريب هاجي. قلت ده الدكتور اللي واقف بدالك في الصيدلية قال لي ان انت هتقعد شهر، وفات منهم 3 ايام ولا يومين بس. قال لي ان شاء الله الموضوع هياخد اقل من كده. قلت له بصراحة انا عاوزاك ترجع باي طريقة، الراجل اللي موجود مكانك ده دمه تقيل قوي. قال لي يا خبر، هو انت اتكلمتي معاه؟ قلت له لا، بس بصراحة كده مرتحتلوش. قال لي لا لا، ما تتعامليش معاه لحد ما ناجي.
وخلاص ما تزعليش وحقك عليا ان انا ما قلتلكيش قبل ما اسافر. قلتله خلاص مش زعلانه، بس بقولك ايه، ما تعملش فيا كده تاني. قالي حاضر، مش هعمل معاكي كده تاني، بس يا ريت كل يوم تطمنيني عليكي لحد اما ارجع. ولا انت خلاص مش عايزه تكلميني تاني؟ قلتله لا لا طبعا هكلمك كل يوم. وفعلا بعد المكالمة دي بقينا بنتكلم على طول وباستمرار، ليل ونهار صبح وليل. مش قادرة اقول لكم بصراحة، انا ما كنتش قادرة اعيش حياتي من غيره. خلاص اخدت على وجوده، وكنت عارفة ومتأكدة ان انا بالنسبة له بقيت حبيبته. الموضوع مجرد وقت، وفعلا ابتدى نتكلم كل يوم كالعادة، لحد ما في يوم وانا كنت رايحة الشغل ابتديت احس ان انا احس بدوخة، ومكنتش قادرة اقف على رجلي، لدرجة ان انا كلمت صاحب المحل واستأذنت منه النهاردة ان انا مش هقدر اجي، ورجعت تاني على البيت. وبعد شوية لقيته بيكلمني وقالي فينك، كنت مستني انك توصلي المحل وتفتحي وتكلميني، مكلمتنيش ليه؟ قلتله انا حاسة بس بشوية تعب ودوخة وعلشان كده ما روحتش. قالي ازاي ده، ما تروحي تكشفي. قلتله لا، الموضوع مش مستاهل. قالي انت هتسمعي الكلام ولا لا؟ صدقيني هزعل جدا. قلتله حاضر هروح اكشف. وفعلا رحت، ولما رحت للدكتور، الدكتور طلب مني تحاليل واشعاعات وحاجات كتير قوي، وانا بصراحة ما كانش معايا في الوقت ده فلوس، وكان لسه شوية على ميعاد القبض، وكمان بابا انا ما اقدرش احمله حاجة زي كده فوق مقدرته. فلما كلمت الدكتور احمد سألني عملت ايه، طمنيني. قلتله الدكتور طلب مني اشاعات وتحاليل لازم اعملها ضروري. قالي تمام، وما رحتش ليه عملتيهم؟ قلتله عادي هبقى اروح. قالي هتروحي بكرة يعني؟ قلتله لا، ولا بكرة ولا بعد. قالي ليه؟ قلتله يعني ممكن لاخر الشهر هبقى اروح واعملهم. قالي واللي يخليكي تستني لاخر الشهر؟ قلتله اصل قالي ما تتكلمي في ايه؟ قلتله اصل بصراحة انا لسه ما قبضتش، ولسه قدامي شوية، ومعيش ان انا اروح دلوقتي واعمل الحاجات دي، والحاجات دي يعني شكلها كده غالية. قالي ايه الكلام الفارغ ده، وانت ازاي ما تطلبيش مني حاجة لما تكوني محتاجاها؟ قلتله لا عادي والله مش هينفع، الموضوع يعني مش محتاج كل ده، ولا حتى مستاهل. انا بس هتلاقيني تعبانة من ارهاق الشغل ولا حاجة وهبقى كويسة. قالي بقولك ايه، بطلي عبط وهبل، والكلام اللي انت بتقوليه ده انا هبعتلك فلوس دلوقتي على كاش، وانت بقى تستلم الحوالة وتروحي تعملي كل الحاجات اللي انت محتاجاها، تحاليل والاشاعات وكل الحاجات اللي انت محتاجاها. سامعة ولا لا؟ وكمان هبعتلك بزيادة علشان يعني تقدري تجيبي الادوية اللي انت محتاجاها كلها. قلتله صدقني مش هينفع. قالي اسمعي الكلام بقى، انا مش كل يوم هفضل اتكلم ان احنا خلاص بقينا واحد، ويلا اقفلي واستني مني الحوالة. وفعلا قفلت معاه، وكنت مكسوفة جدا، لاني اول مرة اتحط في موقف زي ده، ان انا يعني اخد من حد حاجة او يعني استلف فلوس او الكلام ده.